السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى اللي يسمع هذا الفيديو يسمعوا بعقله. دابا بغيت نسولكم واحد السؤال مباشر: واش الشهرة كتعطيك الحق تلعب بعقول الناس؟ واش حيت عندك ملايين المتابعين، ولا حيت نتايا ممثل معروف ولا يوتيوبر معروف، ولا تحلال عليك تبيع الوهم للناس؟ هاد الايام خرج واحد الخبر خطير بزاف، خبر ماشي عادي، خبر كيبين باللي الدولة المغربية دخلات رسميا في مرحلة المحاسبة. كاينين مؤثرين، ممثلين، مشاهير بدا التحقيق معاهم بسبب الترويج المنصات ديال يا اما التداول يا اما منصات القمار والرهانات الرياضيه غير مرخصه داخل المغرب. خلينا نشوف واحد المقطع، واحد المثال ديال الممثل رفيق بوبكر اللي عزيز علينا كاملين. انما الحق يعلو ولا يعلى عليه. عمي جيت عندكم اليوم وانا فرحان. انت بنادم اصاحبي غارق في المشاكل وغارق في الصداع، كاين اللي غارق في البحر وانا غارق في الارباح، غارق في البينيفيس. مع واحد الدري سميتو حمزه خدام تبارك الله، خدام هو والوالده ديالو. وكي قالوا جدودنا اللي ماضي والدين وماضي ميمته بالاخص عمره ما يخيب. ماشي هاد الصيف اقسم لكم بالله تا غنبلبلها ديال بصح، ما نبلبلهاش في البحر، غنبلبلها في لابورس. والاشياء ديالي ما نسيتكم في البلاط. شي الدري الله يعمرها دار سميتو حمزه وروبي، ما نساكمش. غادي يختار منكم 10 ويعطيهم راس المال وفابو. غنقولوا ليه حنا من شي طرافيق درك لي زامي. ها هما لي بروفيل ديالي دخلتو. قال لك حمزه غادي يختار الناس ويعطيهم راس المال فابور. خلينا نديروا هاد حمزه، هاد الاسم هذا مستعار، نرجعوه كيساوي نصاب. سمحوا لي الناس اللي سميتهم حمزه، انما تقبلوني في هذا الفيديو. حمزه نصاب او لا كذاب، والطماع راه تيقضي عليه الكذاب. هذه قاعده خوتي حطوها في ريوسكم، الطماع تيقضي عليه الكذاب. وهاد حمزه هذا راه كذاب، راه ما يمكنش شي واحد يجي يقول لك غادي نعطيك راس المال فابور. فللاشاره بغيت ندير واحد التحذير. انا شخصيا كيطلعوا لي بحال هاد لي فيديو هادو انستغرام مثلا، هاد الفيديوهات راه تيتصوبوا بالذكاء الاصطناعي. راه كاين بزاف ديال المؤثرين والممثلين كيتستغلوا، كيتصوبوا فيديوهات باسمهم وتيديروا بهم اشهار، لان الناس كيثيقوا في هاد المؤثرين والممثلين. فلذلك اخوتي كونوا واعيين، كونوا على بال، وردوا البال من اي حمزه، وما تكونوش طماعين لا يقضي عليكم هاد النصاب ديال حمزه. نشوف واحد المثال اخر من واحد المقتطف ديال واحد المؤثره مشهوره. صافي عليكم. شوفوا هاد الصغير غندير لكم غير اللي موالفه كندير لكم. كنتمنى من الله نملوهم كاملين حتى الاخر، اقسم بالله صغير يعملوكم. الا عقلتوا الناس اللي متبعيني ومتبعين مروه، كانت بارطاجات واحد السيد سميتو حمزه في واحد الدومين كيعاونكم انكم ديروا باللي انس راجلها مشى جرب. انا ما درتش مع مروه، مشيت نيشان درت مع انس. قلت لي انس واش توكلت على الله؟ قال لي راه غتوكل على الله. قال لكم علاش توكلت على الله؟ انا غادا كنكبر، خوتي غاديين كيكبروا، كيزدادوا لا شهر. بزاف ديال الحوايج اللي خاصني انا نوفرهم لخوتي، نحدهم كيكبروا، انا خاصني نوفر لهم بزاف ديال الحوايج باش نهار يكبروا ما يبقاوش راسهم تحرموا من شي حاجه. باغ كنبغيو ناخذ حويجات راسنا، كنبغيو نعاونوا والدينا، بغيو حتى حنا نخرجوا ندوروا ناكلوا اللي تشهد خاطرنا، نشريو اللي تشهد خاطرنا. ولكن خدمه وحده ولا الا ما خداميش ما كافياش. شتي علاش؟ انا غنخلي لكم حمزه البنات كتدخلوا معاه كيعلمكم دو ا زد. هاد حمزه هذا اللي انكم بادي هذا البروجي هو ماما كيعلمكم من الاول حتى الاخر. انا غادي نقول لكم ثقوا في حمزه. علاش؟ حمزه هاد الولد نقي وكيخاف الله في وسط واحد الدومين اللي كثروا فيه الشفاره وكثروا فيه الصابر. زاد داخل هو والام ديالو كيعلمكم، كتولوا بروفيسيونيل، كيعطيكم كاع لي زانفو اللي غادي تحتاجوا باش انكم ديروا الفلوس. نتوما ما عليكم غير انكم تدخلوا هاد حمزه تقولوا ليه جينا من طرف رابط. انا الحمد لله بديت. وي 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 وي، حذاري من حمزه، حذاري من حمزه، حذاري من النصابين. ما تكونوش طماعين باش ما يقضيش عليكم الكذاب اخوتي. بحال هاد الناس هادو كيستغلوا العواطف ديال الناس، كيلعب لك على الوتر الحساس، على الوالدين، كيلعب لك على بصيص الامل ديال المستقبل، كيوريك الضوء في اخر النفق، ولكن راه غير باش ينصب عليك. فاخوتي الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه دخلت على الخط، وشكايه رسميه جات من الشركه المغربيه للالعاب. مكتب الصرف حتى هو راه دخل في القضيه. يعني راه ماشي غير قالوا ولا قال، راه ملف قانوني ثقيل. واللي خاصكم تفهموا دابا، هاد القضيه ماشي غير ضد القمار، هاد القضيه راه ضد تهريب العمله، ضد ضرب الاقتصاد الوطني، ضد النصب على المغاربه، وهذه اهم حاجه في هذا الفيلم، واستغلال الفقر والطمع والدين والعاطفه. خليني نهضر معاكم بصراحه وبالدارجه ديال الزنقه. كاين واحد النوع ديال البشر ديال المؤثرين كيطلع لك في شي ستوري ولا في لايف كيقول لك راه غير دير هاد الاشاره راه الربح مضمون، يا ودي غير جرب، راه حتى انا ربحت. ولكن شنو اللي ما تيقولش لك؟ ما كيقولش لك باللي هاد المنصه ما مرخصاش في المغرب، ما كيقولش لك باللي الفلوس كتخرج برا المغرب بلا ضرائب، ما كيقولش لك باللي الا طاحت المنصه
رزقك راه مشى وما عندك فين تشكي. والاخطر من هذا الشيء كامل كيف ما قلنا، كيستعمل بعض المرات الدين، كيستعمل الوالدين والعاطفه، كيستغل الفقر والحاجه، كيستغل هذاك باسيس الامل اللي بغاو يشوفوه الناس باش يديروا واحد المستقبل. يقدر يغرك بالغربه بالاحلام باش يبيع لك الوهم. فباش نكونوا واضحين، في المغرب القمار والرهانات عندهم اطار قانوني واحد، وشركه وحده هي اللي مخول لها تدبر هذا المجال لانها كتخلص الضرائب. فاي منصه اخرى كتستهدف المغاربه كتجمع الفلوس وكتخرجها بالكريبتو ولا بطرق ملتويه خارج البلاد، وهذا الشيء هذا راه خرق مباشر للقانون. دابا تجي واحد الشركه من برا ما كتخدم حتى شي مغربي، ما كتخلصش الضرائب ديالها، كتربح الملايير، وفي المقابل الشركه المغربيه كتخسر، الدوله كتخسر، والمواطن كيتنصب عليه. وانا هذا هو اللي عندي مهم، المواطن خصو يكون واعي. واش هذا الشيء هذا معقول؟ فالمؤثر دابا ماشي غير كيدير اعلان، المؤثر دابا راه عنده تاثير على الناس، عنده واحد السلطه، عنده الثقه ديال الناس كيثيقوا فيه. ملي كتشوف واحد الممثل ولا واحد المؤثر اللي يضحك معاك في واحد ستوري كيقول لك انا معاكم، انا واحد منكم، وكيحط لك واحد الرابط ديال القمار راك غادي تربح، راه هنايا كاينه واحد الخيانه، حيت هو خدا واحد 3000 درهم ولا 5000 درهم ولا 10000 درهم كاع، وانت ممكن تخسر حياتك، ممكن تدخل في ديون، ممكن تمرض، ممكن تخرب عائلتك كامله. وهنا السؤال الحقيقي، واش الشهره كتسمح لك تبيع الناس للجحيم؟ فحسب المعطيات اللي متوفره فراه اكثر من 3 مليار درهم كتخرج من المغرب عن طريق هذه المنصات، والدوله كتخسر حوالي 200 مليون درهم ضرائب سنويا، والاف الضحايا كيعانيو. هادشي راه ما بقاش لعب. دابا حاليا راه 36 مؤثر كيتحقق معاهم، كيراجعوا في ستوريات ديالهم، كيراجعوا في الفلوس ديالهم منين جات، كيراجعوا في التحويلات اللي حصلوا عليها شنو هي الاصل ديالها. وهذا راه غير البدايه. فاذا كنتي مؤثر وكتسمع دابا، راه ماشي حيت الدوله دابا ساكته ومازال ما عيط عليك حتى شي واحد، راه خرجات سالكه، راه الدور غادي يجي عليك. وإلا عرضوا عليك مليون جوج ولا 10 باش دير واحد الاعلان ديال القمار، دير حسابك الضريبه غادي تضرب والتحقيق غادي يتفتح، والفلوس اللي خديتي راه غالبا غادي تخلصها مضاعفه. راه الملف دابا خرج من الفيسبوك وخرج من اليوتيوب ودخل لواحد المرحله قانونيه رسميه. الاشعار ديال المفوض القضائي راه ماشي لعب، ماشي انذار خاوي، راه اول خطوه في واحد المسار طويل يقدر يوصلك حتى لردهات المحاكم. دابا خلينا نوقفوا هنا ونسولوا واحد السؤال مهم، علاش دابا بالضبط؟ علاش هاد التوقيت؟ الجواب جا واضح في هاد التحقيق، كاين تورط مباشر في الترويج لمنصات المراهنات عالميه، وعلى راسها موقع معروف بحال ستيك. هذا الموقع كيدير القمار الرقمي، كيستهدف المغاربه، ما عندوش حتى شي ترخيص قانوني داخل المغرب، والاخطر كيستعمل واحد المنصه ديال البث ديال اللايفات بحال كيك مثلا كقاعده خلفيه باش يجبد بها الضحايا ديالو. يعني المؤثر كيبان لك في كيك راه كيلعب، كيضحك، كيهضر مع المتابعين ديالو، انما في الكواليس راه كيدلهم على هذا الستيك وكيجرهم خطوه بخطوه لطاوله القمار الرقمي. وهنا خصنا نقولوا الامور بمسمياتها، هذا الشيء ما بقى لا محتوى لا ابداع لا ستريمينغ، هذا الشيء ولا وساطه قمار. دابا راه الملفات تفتحوا، المعطيات كيتجمعوا، التحويلات كيتراقبوا، الاشهارات القديمه حتى هما كيتراجعوا، وكيشوفوا شكون دار شنو وفاش ومع من. يعني ماشي حيت اليوم العدد صغير غادي يبقى ديما صغير. وخليني نزيدكم واحد الحاجه اخطر بزاف، التحقيق هضر عليها بوضوح. القاصرين، راه بزاف من هاد الناس اللي كيتبعوا هاد المحتوى كيتشاف من طرف المراهقين، من طرف اطفال، بلا حتى شي مراقبه ديال السن. كيتم تطبيع القمار في الدماغ ديالهم، كيتطبع بحال شي لعبه، بحال شي تحدي، بحال شي حاجه زوينه عصريه. والنتيجه أسر مغربية دابا ولات كتواجه الإدمان، الخسارة، الاكتئاب، وحتى مشاكل نفسية خطيرة. وهذا راه ماشي هجوم مفاجئ على المؤثرين، اللي وقع هو أن الدولة الصبر ديالها سادة، المعطيات تجمعات، الرفيس اللي كان مخبي ولا دابا كلشي باين، واللي حسب راسو راه بعيد حيت ساكن برا ولا كيستعمل الكريبتو ولا كيهضر من وراء الشاشات، راه خصو يعاود الحساب ديالو. وغادي نختم معكم بواحد الحاجة من القلب الإخوان، ما كاين حتى شي واحد غادي يعطيك الفلوس فابور او لا غادي يضمن لك الربح، ما كاينش شي ربح مضمون، ما كاينش اللي غادي يجي يقول لك غادي نخرجك من الفقر بواحد ستوري. اللي بغى يعاونك بصح غادي يعلمك شي حاجه، غادي يعطيك الطريق منين تبدا. حتى شي واحد ما غادي يضمن لك شي حاجه. اي واحد كيقول لك الربح مضمون
عرفوا راه كذاب. والقاعده ديالنا الخوت ما تكونش طماع، لان الطماع تيقضي عليه الكذاب. فاليوم الاخوان بدات المحاسبه، وهذا الشيء خص يكون درس. الشهره راها مسؤوليه، والاعلان اللي بغى يدير الاشهارات هذيك راه امانه في رقبته. والفلوس الحرام راها ما كتعمرش، ما كتدومش وما كتطولش. واللي دار شي حاجه في الماضي راه الوقت دابا جا باش يراجع نفسه. فإلا عجبكم الفيديو ديروا لينا واحد لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وخليوا التعليق ديالكم باش ممكن نتفاعل معاكم، حيت هذا الموضوع كيهمنا كاملين. وتحياتي لكم اصدقائي.